بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، مرحبا بكم مجددا. ونحن اليوم في مدرسة الفن النبيل ببلدية حسي بحبح. تلاحظون النشاط والحيوية في هذه القاعة. تلاحظون أن أبناء الملاكمة ببلدية حسي بحبح من مختلف الأصناف موجودون هنا في إطار أشغال ترميم هذه القاعة. تلاحظون أن القاعة تم تبليطها وتم توفير بعض الأجهزة والإمكانيات اللازمة لهذه القاعة. طبعا الفضل الأول يعود إلى أبناء هذه المدرسة. هذه المدرسة التي كانت من قبل قاعة لتدريب الملاكمة، تأسست سنة 1994 وتدريجيا أصبحت مدرسة وأنجبت العديد من الأبطال حازوا على بطولات وطنية وبطولات جهوية وبطولات ولائية. يعني احنا واش حابين الميساج اللي نوصلوه لسكان بلدية حسي بحبح بالأخص، أنه يساهموا قدر المستطاع في إعانة هؤلاء الشباب بالتطوع بما استطاعوا من أجل ترميم هذه القاعة، يعني ترميم وإكمال ترميمها، ومن أجل إعطائها وجه جديد، يعني باش تكون ملائمة لبلدية حسي بحبح. قلنا التي هي أنجبت نخبة من الأبطال، تكون وجه ملائم، يكون وجه ملائم للملاكمة في حسي بحبح. يعني راكم تلاحظوا هذه مجهودات بعض الأفراد، بعض الأشخاص بارك الله فيهم، ساهموا، كل ساهم بما استطاع. يعني نشكر الأشخاص اللي ساهموا، ونطلب من المواطنين، من باقي المواطنين، التقدم إلى المدرسة الموجودة في الحي الإداري القديم ببلدية حسي بحبح، والمساهمة أيضا بما استطاعوا لإكمال الأشغال في أغلب أوقات خصوصا وأن الأشغال ترون كما ترون ورائي أن الأشغال من خلال هذه الفيديو هي جارية. الشباب راه يتولى هذه المهمة، شباب الملاكمة كثر خيره بجميع أصنافه، شباب الملاكمة. يعني بارك الله فيكم، ونشكركم على كل مجهود مقدم من طرفكم، وعلى كل ما تجهدون به في سبيل تطوير هذا الفن النبيل اللي كانت له سمعة طيبة ولا زالت، والحمد لله بفضل جيل الأمس وجيل اليوم الذي هو يواصل. أعانه الله وسدد خطاه وثبت أجره إن شاء الله. يعني أختم بتحياتي الخالصة إلى سكان بلدية حسي بحبح، والشكر موصول إلى جميع المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.